عسلامة ومرحبا بكم في قناة سفرة طيبة. الفيديو بتاع اليوم هو عبارة عن وصفة بنينة للمسمن المعمر بالخضرة والطن، وهذه الوصفة سهلة ويحبوها الكبار والصغار وما تتكلفش، فما نطولش عليكم نخليكم مع مقادير الوصفة هذه وكيفية تحضيرها. فنسحقوا للوصفة هذه عجينة المسمن. نجموا ترجعوا للفيديو اللي عملت فيه كعبات المسمن، نخليه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. نسحقوا للخضرة اللي تتكون من السفناريا والقرع الاخضر والبصل والفلفله. نبرشوا السفناريا، هنا الخضرة على حسب الكمية اللي تحبوا تعملوها. نبرشوا السفناريا والقرع الاخضر ونقصوا البصل والفلفله. من البهارات نسحقوا الهريسة العربي ولا نجم نعوضوها بالهريسة العادية، الطن، فلفل كحل وزنجبيل، الملح والكركم. ونسحقوا في الخضرة للمعدنوس. نبدو على بركة الله، نحطوا شوية زيت في التيفال ونحط عليها البصل ونصبوا عليها الخضرة اللي بشرناها. نحركوا الخضرة متاعنا مليح باش تتقلى معنا شوية. نزيدوا لها الفلفلة ونحركوا. نزيدوا لها الهريسة، الكركم، الملح حسب الذوق، فلفل كحل. انا هنا عملت ما يقارب شطر مغرفة من كل حاجة، مغرفة صغيرة تاع قهوة. نحركوهم مليح. من بعد نزيدوا لهم كاس ماء ونخليهم يطيبوا في راحة بالهم قبل ما تنشف الخضرة متاعنا الكل. نزيدوا لها المعدنوس اللي قصيناه، نحركوا الخضرة باش يذب المعدنوس، ونزيدوا له الطن ونخلوا الخضرة متاعنا تطيب حتى لين تنشف من الماء. نردوا بالنا ما نحرقوهاش. نتحصلوا على الخضرة بالطريقة هذه، عادش فيها ماء. نبدو نطرحوا عجينة المسمن اللي ارتاحت. هنا كل حد كيفاش يحب الكبر متاع كعبة المسمن. نطرحوها، نستعملوا الزيت والزبدة كما نجموا نستعملوا الزيت برك والا الزبدة برك وحدة يعني. لازم تكون العجينة تكون شفافة، يعني رهيفة، معنا نطرحوها تكون العجينة رهيفة. ندهنها بشوية زبدة ونحطوا الحشو. ونبدو نطوي العجينة متاعنا بالطريقة هذه في الفيديو. دهنا شوية زبدة
كما هكا. وديما العجينة اللي مقابلتني هي اللي نحطها في الطبق، معناها الوجه هذا نحطوه في الطبق، والوجه اللي نكون نخدمه عليه هو نحطوه مقابل باش ما تحرقش كعبة المسمن. وهذه كعبة المسمن نحضره بعد ما طيبتهم على 180 درجة حتى اللي نرجعوا بالكولور هذا. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها وما تبخلوش عليا من اللايكات متاعكم، والى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله.